يا بنات ده ازاي انا ما كنتش بعمل الطريقه دي من زمان بجد. رميت الخيار في الميه المغليه وعايزه اقول لكم عينيكم ما تشوفوا الا النور. بعد ساعه فتحت عليه ومش قادره اقول لكم ايه اللي حصل ليا، وندمت وقلت ازاي انا كنت بعمله بميه من الحنفيه. قالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف الفيديو وكملوا معايا للاخر وشوفوا هيحصل ايه. اول حاجه معانا في حله على النار حطيت فيها نص لتر من الميه، وابتديت ان انا احط عليها ليمونتين كده مقطعاهم شرايح، وكمان 4 فصوص متقطعين كده صغير من الثوم، وربع كوبايه من الخل، وكمان حطيت عليهم معلقه صغيره من الشطه ومعلقه صغيره من الكمون، 4 معالق من الملح يكونوا كبار، وحطيت كمان نص معلقه من الكركم هيديله لون حلو جدا. هقلب بقى المكونات دي مع بعض، وهاجي بقى هنا اجيب بقى الخيار واجيب بقى القطاعه بقسمه نصين. انا جايبه الخيار بتاعنا كبير مش صغير عشان احس ان فيه بقى كده لحم ويبقى طعمه حلو معانا لما طبعا هنخلله. بصوا بقى هحط كده هقطع الخيار بالشكل ده كده بالقطاعه دي. القطاعه دي يا جماعه بتخلي شكله حلو جدا وبيبقى خطير. قطعيه كده بكل سهوله، وتقدري بقى لو ما عندكيش القطاعه دي تقطعيه عادي بالسكينه مدور او مكعبات زي ما انت حابه، بس ما تحاوليش ان انت تخليه ان هو يبقى رفيع، لازم يبقى كده سميك شويه علشان ما يبتديش ان هو لما يتخلل معانا يبتدي ان هو ايه يتهري مننا. قطعت بقى كده وجبت بقى دلوقتي بطرمان كده ازاز يكون كده غسلينه كويس ومعقمينه بالشكل ده، وهبتدي بقى انزل بقطع الخيار بالشكل ده في قلب البطرمان بتاعنا ده. كده انا كنت جايبه نص كيلو من الخيار، نص كيلو الخيار عليه نص لتر من الميه، تقدري بقى تزودي في الكميه زي ما انت حابه. هنا بقى جبت قرنين فلفل كده ورحت غسلاهم ومقطعاهم كده بالشكل ده في قلب الخيار، ما تكتروش علشان احنا كده كده حاطين شطه. قلبت بقى هنا بعد ما الميه غليت معانا، قلبت بقى المكونات وابتديت انزل بقى على الخيار بالميه السخنه المغليه اللي احنا طبعا حاطين فيها شويه منكهات، والملح هتدي طعم حلو جدا جدا للخيار بتاعنا. يلا بقى ننزل كده بالميه بتاعتنا. بصوا الميه لونها خطير يا جماعه، بصوا بقى، والمنكهات اللي احنا حاطينها جباره خليها الريحه فظيعه. يا ريت بقى يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. بصوا بقى اللون، قفلت بقى عليه كده بالشكل ده وابتديت اسيبه، سبته بس عقبال ما جهزت الغدا. بعد ساعه بالظبط تاكلي احلى خيار مخلل بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. طيب بعد ساعه بقى فتحت عليه وتعالى اوريكم شكله كان ايه. شكله بقى حلو جدا وكمان اتخلل معانا. بصوا ولونه بقى غير معانا ازاي بسرعه، بصوا في وقت قليل جدا، والخياره بقى مقرمشه من غير اي اضافات تانية، تحفه. بصوا اللون خطير خطير وبالف هنا وشفا. طلعت بقى منه، وده بقى لازم تشيليه لو انت عامله كميه كده زي النص كيلو، شيليه بقى في التلاجة عشان التلاجة هتوقف عمليه تخليل. فلو انت سبتيه على الرخامه هيبتدي ان هو يتهري منك وكمان هيدبل معانا، فلا شيليه بقى بالبطرمان كده في التلاجة، وكل ما تحبي تاخدي منه. وبألف هنا وشفا. كنت معاكم مي أمين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.